انا حاسه ان انا ضغطي هيعلى. الموضوع ده بقاله يوم وبشاور عقلي اصلا اطلع اتكلم ولا لا. اكيد مش حاجه حلوه ان حد يطلع يتكلم عن خيبته، بس في نفس الوقت انا حاسه ان انا ما طلعتش اللي جوايا، انا ممكن اتنقط. انا خدت على قفايا كتير وقليل، بس بصراحه المره دي كان حته قفا رن. تسمحوا لي اسالكم سؤال؟ حد فيكم يقول لي ايه ده؟ طبعا السؤال ده مش متوجه لاخواتنا اللي عايشين في المدن الساحليه، متوجه لاي حد عادي ثقافته في الاسماك متواضعه. يعني هيشوف ان ده جمبري، ده جمبري. هو على فكره جمبري، بس جمبري المغفلين اللي زيي. بقالي اسبوعين كده وانا نفسي اكل جمبري. قلت بس يا بنتي استني اول الشهر ونطلب جمبري من اي مطعم. رحت المطعم عشان اشتري جمبري، بقى كيلو جمبري كده من مطعم نظيف يعني، لقيت ان هو عامل 600 جنيه. فاللي هو قلت 600 جنيه ليه يعني؟ رحت قلت لا، رحت قلت والله ما انا جايبه، انا اروح اجيب لماما جمبري ني وهي تعمله لي بقى بمزاجها، تعمله لي بقى بطريقتها بمزاجها. وانا بتمشى عند مترو حلوان لقيت شويه بياعين كده جايين من بورسعيد تقريبا او جايين من مدينه ساحليه يعني، بيبيعوا جمبري واستاكوزا. رحت قلت بس كده، ده دول بقى جايبينه طازه، اللي هو بقى جمبري طازه بقى. حبيت بقى استنصح بقى واجيب منهم بقى، اوفر بقى، اروح اجيب جمبري ب 700 جنيه ليه وانا بلاقي فلوس في الشارع؟ اوفر. لقيت مراهق مكافح باين على وشه الشقه. رحت قلت له بكام الجمبري يا كابتن؟ قال لي ده الجامبو فعامل 280 جنيه. رحت قلت له الجامبو 280 جنيه؟ ده رخيص جدا، ده رخيص جدا، ازاي ب 280 جنيه؟ اخر مره سالت على الجمبري الجامبو ده لقيته بارقام يعني. لا وما شاء الله الجمبريه قد كفي كده، اللي هو لا يعني سند نفسه حاجه كده محترمه. فقلت له بص، هو انا بصراحه مش عايزه الجامبو ده، انا كنت عايزه الوسط، فخلاص بقى انا مش هشتري شكرا ليك. وقمت ساحبه نفسي وماشيه. قام نادى عليا قال لي يا نسا خدي يا نسا هديهولك ب 200 جنيه بس. رحت قلت له ايه ده 200 جنيه؟ رحت بص كده، انما يا بنت حته صفقه من 700 جنيه ل 200 جنيه. ست بيت الله بص، خطيبي يا بخته بيا والله، يا بخته بيا. رحت قلت له بجد فعلا؟ طب ليه؟ قال لي ده انا عايزه اروح ومفيش الا دول ومش عارفه، اخديهم ب 200 جنيه وخلاص. فقلت له خلاص وزني كيلو. فراح وزني، قام قال لي لا ده هم اخر كيلو ونص، يا تاخديهم مره واحده ما تاخدهمش. رحت قلت له خلاص وزن لي كيلو ونص ب 300 جنيه، يلا احسن من 700 جنيه. انا بوفر لحد دلوقتي بوفر. اديته ال 300 جنيه. قام قال لي معلش ده هم عملوا 2 كيلو، عملوا 2 كيلو الا ربع، فمعلش اديني 50 جنيه زي. قلت له معلش انا معيش اللي هم فعلا، ما كانش معايا الا كده يعني، فانا معيش اللي هم، فخلاص ياخدهم يا ما اخدهمش. اما قال لي لا خلاص خديهم. ركزوا بقى، ورزقي ورزقك على الله، ربنا يعوضني فيهم، ربنا يعوضني. وبيدهم لي وقلبه بيتقطع عارفين. قلت لدرجه انا قلت له لو مش عايز تدهم لي خلاص ارجعهم. قال لي لا خلاص خدي هاتي 300 جنيه خدي الجمبري. روحت بقى لماما، السلام عليكم جايبه لكم جمبري انما ايه الله اكبر طولي وب 200 جنيه بس. ماما قالت لي بجد؟ قالت لي طب كويس شيليه في الفريزر وبكره ان شاء الله ننضفه يعني. لقيتهم بكره بقى اللي هو النهارده لقيتهم بيصحوني من النوم بيقولوا لي قومي يا قرطاس قومي. قلت لهم ايه في ايه؟ قومي يا بتاعت الجمبري قومي. قلت لهم ايه في ايه؟ ماما قالت هو ايه اللي في الفريزر ده يا حبيبتي؟ قلت لها جمبري. راحت ماما قالت لي طب خديه بقى رجعيه من مطرح ما جبتيه. قلت لها ليه؟ قالت لي يا حبيبتي ده مش جمبري، ده اسمه معرفش شكلمه ولا شكمان، اسمه هحطه مش عايزه اعرف اسمه اصلا، هحطه لكم اهو هيبان. وده مش جمبري خالص يا حبيبتي، ولا ليه علاقه بالجمبري اصلا، وبيتباع الكيلو منه اسمعوا بقى ب50 جنيه، ب40 و50 جنيه. طبعا انا قلت لها بايه؟ ما سمعت بايه؟ قالت لي ب40 و50 جنيه. قلت لها 50 جنيه 40 جنيه في الايه؟ انا سمعت الكلمتين دول وقعدت نص ساعه ما بردش عامله كده بيني وبين نفسي. قلت طب يعني كانوا خلوا الكيلو بيجيب 80 ولا 90 هو يبقى النصبايه مبلوعه شويه. والكارثه الكبيره ان انا وانا ماشيه كان صعبان عليا الواد اللي هو بقول يا ده انا مفتريه قوي، ده الواد ده ليه عندي 50 جنيه، ده انا مديله 300 بس وهو مديني 2 كيلو الا ربع. بقى انا لما عدى عليه بقى في وقت فاضي اديله 50 جنيه بتاعته عشان ما ايه
عشان ما تلسوعش بيها يوم القيامه. المفروض كنت رايحه عشان ارجع الكلام ده، ماما قالت لي ان الناس دي بتتغير، يعني اللي هم عند مترو ومحطه حلوان بيبيعوا اسماك دول ما بيبقوش نفس الاشخاص كل يوم، فانت مش هتاخدي منهم ولا حق ولا باطل. سالنا ناس جيراننا اكتشفت ان هم شربوا نفس المقلب بس في سمك تاني بقى، فاللي هو الناس دي ناس مش امينه خالص، فما حدش يجيب منهم. طبعا انا مش عامله الفيديو ده علشان احكي لكم خيبتي يعني، بس هو انا عامله الفيديو ده عشان اكيد في ناس كتير زيي ثقافتها منعدمه شويه في السمك، فما يضحكش عليها زي ما يضحك عليا. على الاقل ممكن يبقى واحد مثلا لا قدر الله ظروفه على قده خالص، ربنا كرمه بفلوس زياده فيروح يفرح عيلته يجيب لهم سمك، فيضحك عليه بالطريقه دي. يبقى فنداء محدش يجيب اسماك نهائيا من عند الناس اللي هم بيبيعوا عند محطه مترو حلوان، دي ناس نصابه نصبوا عليا في 200 جنيه زياده خدوهم. لا يا رب يتشنكل بيهم وهو ماشي في الشارع، يا السمك يقع منه يا 300 جنيه يقعوا منه، بس حاجه منهم يقعوا يعني.